مساء الخير على احلى متابعين. لو بتحبوا الاكل البيتي يبقى مكانكم معايا هنا. انا اسماء سليم، وهنا هتلاقوا وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس سهله جدا ومش تاخد منك وقت. هتجيبي فرخه او مثلا هتجيبي دبابيس وتفتحيها بالسكينه عشان هنعمل لها تتبيله، ودي هتدي طعم جميل جدا للفراخ والبطاطس. هنجيب بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، وهنجيب فلفل رومي هنبشره مثلا حوالي حبيتين فلفل رومي، وملح وفلفل وربع معلقه جنزبيل وربع معلقه زعتر، وهنقلبهم كويس وهنركنهم لغايه ما نجهز صينيه البطاطس بتاعتنا. اول حاجه طبعا هنقطع البطاطس حلق حلق، وهنجيب بصل برضو هنقطعها حلق، بصلايه كبيره او بصلتين وسط، وهنحط جزرايه مبشوره. الجزر بيدي طعم جميل جدا للبطاطس وبيديها طعم بيخليها تبقى مسكره. وهنجيب طماطمتين، واحده هنبشرها والتانية هنقطعها مكعبات، وفلفل الوان وفلفل رومي. كل ده هنقطعه حلق او مثلا ايه يعني نص حلق كده اهو، ومعلقه سمنه كبيره وملح وفلفل بس كده. وتروحي ماسكه كل الخلطه الجميله دي هتدعكيها كويس جدا مع بعض لغايه ما تدخلي كل المكونات مع بعض، تمزجيهم كلهم مع بعض، وتجيبي تكوني مجهزه البطاطس وتروحي حطاهم على بعض وتقلبيهم كويس جدا جدا، يعني تخلي التتبيله زي ما انت شايفه كده مع بعض. تروحي جايبه الفراخ وتروحي حطاها على الوش، وتروحي جايبه حطاها مع النار من غير ما تحطي فيها ميه الاول، وهتاخديها كذا غلوه لما تحسي ان البطاطس والصلصه والحاجه نزلت ميتها. بعد كده لما تلاقيها بتشرب ميه تاني تروحي انت تكوني مسخنه ميه وتروحي ايه مسوياها من فوق، وبعد كده تاخديها وش بس في الفرن. وبكده تكون اكلتنا خلصت النهارده والف هنا. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. وبصي الفراخ ده يبقى معاكي ازاي خالص بتستوي، بتبقى جميله جدا ما شاء الله.